بيزنس اونر ولسه بتبيع على انستجرام لحد دلوقتي وما عندكش موقع للبراند بتاعك، يبقى الفيديو ده ليك. انا سلوى عبده، شوبيفاي اكسبرت، ويلا بينا. اول حاجه عندنا اللي بيحصل اصلا ان العميل او الكلاينت بتاعك بيدخل يشوف المنتج اللي انت عارضه على انستجرام، بيحاول ان هو يشوف لينك للموقع او لينك ان هو يقدر يشتري منه. طيب مش بيلاقي لينك الموقع. بعيدا عن اي حاجه، يعني سيبنا من البرزنتيشن اللي قدامنا دي دلوقتي. عايزه اقول حاجه مهمه جدا. في ناس بتحب تعرف كل حاجه من غير ما تفضل تسال. يعني ايه؟ يعني مثلا انا شفت دريس عجبني جدا. انا دلوقتي عايزه اعرف كل حاجه، عايزه اعرف المقاسات بتاعته، عايزه اعرف ايه الالوان المتاحه منه، عايزه اعرف مثلا سعره كام، عايزه اعرف لو انا طلبته النهارده منكم هيجيلي امتى، عايزه اعرف في سياسه استبدال، سياسه استرجاع، هل في اوبشن مثلا ان انا اشوف المنتج قبل ما ادفع السعر بتاعه، آم، عايزه اعرف الشحن بكام. انا دلوقتي كلاينت عايز يشتري، فبسال اسئله كتيره قوي. يعني هي مش اسئله غريبه، ولكن هي كلها من حقي. لو انا عايزه اشتري حاجه فهي من حقي. اوكي، في حل من الحلين: اوبشن ان الحاجات دي تبقى اوريدي موجوده قدامي ومكتوبه قدامي، واوبشن تاني ان انا ادخل اسال الاسئله دي كلها. طيب هل صح او غلط؟ يعني صح او غلط هنا بيعتمد على البراند، مش بيعتمد على البراند والناس اللي ماسكه البراند وكده. بس هو اسهل حاجه ان احنا نعمل موقع. ليه؟ الموقع هيكون موجود كل الالوان المتاحه مثلا من البرودكت ده، هيكون موجود باقي كام قطعه في البرودكت ده، هيكون موجود عندنا على الموقع سياسة الشحن، سياسة الاستبدال، الاسترجاع، الشحن قد ايه. طيب مثلا الدليفري بتاع البرودكت ده قد ايه، لو انا طلبته دلوقتي هيوصل لي امتى. بيكون موجود على الموقع حرفيا كل حاجة. فمجرد ما العميل بتاعنا دخل، داس على اللينك، شاف البرودكت بتاعنا، داس على اللينك بتاع البرودكت بيج، دخل لقى كل الإجابات بتاعة الأسئلة اللي بتدور في دماغه. هو مش مضطر ان هو يدخل يسألنا عن حاجة، ولو محتاج ان هو يسألنا عن حاجة فهتكون حاجات بسيطة جدا، مش هتكون الأسئلة الكتيرة قوي دي. اوكي، لكن لو هنفترض ان احنا ما عندناش موقع، فالعميل هيفضل يسألني كل شوية الأسئلة دي، وعلى حسب بقى انا عندي ناس او تيم بيرد بسرعة جدا، ولا انت بتركن المسج بتاعتك قد ايه عقبال ما حد يرد عليها. ما دي برضو مشكلة. اوكي، لكن لو مثلا لو في موقع، هو يقدر يعمل اد تو كارت على طول، يجيب البرودكت على طول على طول، انت يجيلك نوتيفيكيشن بالاوردر اللي جه، ويتم شحنه للعميل بتاعك. طبعا في فرق يعني شتى ما بين ده وما بين ده. اول عميل دخل عمل اد تو كارت، خلاص هو دخل عمل اد تو كارت، شاف كل البيانات، البرودكت مناسبه، شاف كل حاجه، اختار اللون اللي هو عايزه، اختار المقاس بتاعه، اختار كل حاجه، ودخل يعمل اد تو كارت. خلاص هو مش محتاج حد يرد عليه. اوكي، لكن عميل دخل يسأل ويستفسر كل الاستفسارات دي، احنا لازم يبقى عندنا تيم كبير يرد اصلا على الاسئله دي على طول على طول. ما ياخرش الرسائل لساعات، لان انت هنا بتخسر العميل. ليه؟ لان انا مثلا شفت دريس عجبني، اوكي، فبعت للعميل، بعت للصفحه دي الدريس ده كذا كذا كذا، بستفسر عنه. اوكي، طيب الصفحه دي اخرت عليا في الرد، ردت عليا بعد 3 4 ساعات، بعد 5 ساعات، وفي اللي رد عليا بعد يوم. انا اصلا في الوقت ده انا رحت سالت ناس تانية على الدريس ده، وممكن اكون وصلت لحد اوريدي اشتري منه. اوكي، فافضل حاجه عندنا الموقع بيجاوب على كل الاسئله اللي ممكن تدور في دماغ العميل، وما ياخروش ساعات لحد ما انت ترد عليه. اوكي، طيب زي ما احنا قلنا، نبدا بقى في البرزنتيشن بتاعنا. اللي بيحصل اصلا على الانستجرام ان العميل بيشوف المنتج بتاعك، خلاص هو عايز يجيبه، بس مفيش وسيله مفيش وسيله تواصل واضحه. زي ما انا قلت ان حد هيبعت على رسائل مثلا، وانت لسه ما ردتش. اوكي، فمفيش لينك، مفيش موقع، مفيش حاجه واضحه. اوكي، الفجوه الصغيره دي هي اللي ممكن تخسرك العميل ده. اوكي، طيب ليه؟ زي ما قلنا ان الرسائل مش كفايه. زي ما قلنا تاخير الرد، ان مفيش ثقه، دي من اهم الحاجات اللي كنت هنسى اقولها. كويس ان انا خدت بالي ان مفيش ثقه. انا دلوقتي دخلت على بيج بتبيع اي حاجه، اي منتجات كوزماتيك، اي برودكت عامه، وانا البرودكت ده عجبني. طيب انا اثق منين اصلا ان انا دلوقتي يعني اشتري منهم؟ افرض دي مش، خصوصا الناس اللي ما عندهاش اوبشن
او الناس اللي عندها اوبشن ان هم يقولوا لك ادفع ديبوزيت مثلا. طيب انا اضمنكم منين لو انتوا براند مش اسم كبير ومعروف في مصر والوطن العربي وكده؟ اضمنكم منين؟ اكيد مش سهل ان انا اكون براند مش معروف واقول لهم مثلا ادفعوا لي ديبوزيت او لجدية الحجز مثلا بتدفع كذا وبتعمل كذا، بلس بقى ان انا كمان اقول لهم لا ده مفيش سياسة استرجاع مثلا، انا مش عارفة عندي استبدال بس. طب افرض انا كل المنتجات اللي عندي مضروبة؟ طبعا انا مش بقول كده كاني مكان الشخص الاونر، انا بقول كده مكان الناس اللي بالفعل بتشتري البرودكت او المنتج. دي كلها اسئله بتدور في دماغهم. فالصفحه مش حاجه رسميه، لكن ان انت يبقى عندك موقع باسم ودومين رسمي دي طبعا حاجه رسميه. عندك موقع، عندك دومين رسمي، عندك ايميل رسمي، كل الحاجات دي بتدي تراست وثقه للشخص اللي بيشتري منك. اوكي. بلس بقى ان انا قلت كذا مره ان في ناس ما بتحبش تسال كتير. انا دلوقتي لو هدخل اشتري حاجه ومش لاقيه لهم موقع يجاوب على كل الاسئله بتاعتي، انا مش هدخل اسال المليون سؤال دول، انا هكسل. مش هدخل اسال كذا وكذا وكذا وكذا، لا مش هدخل اعمل كده. خلاص هدور على اي حد تاني عنده موقع والاقي الاسئله بتاعتي متجاوبه قدامي من غير ما افضل اسال فيها. اوكي. زائد بقى ان انا لو براند وعايز اكبر فانا محتاج شوبيفاي جدا. طيب هحتاج شوبيفاي اللي هو هحتاج موقع. ليه؟ لان شوبيفاي من السهل جدا جدا ان انت كل البيانات مكتوبه فيها. هي اصلا هي مش نظام اداره محتوى. شوبيفاي منصه بيع، هي منصه بيع حرفيا. فهي عليها كل حاجه. انا ممكن اوريكم مثلا شوبيفاي من جوه، هي عليها كل حاجه وكل البيانات بتاعت بتاعتك انت، بتاعت السيلز بتاعتك، بتاعت الاعلانات بتاعتك. بعت قد ايه خلال الشهر ده، خسرت قد ايه، في قد ايه في الاباندد تشيك اوت، في قد ايه ناس ما اشتروش منك، في قد ايه ناس اشترت منك الشهر ده، في قد ايه ناس اشترت منك امبارح، في قد ايه مش عارف ايه. طب مين الناس اللي اشتروا منك في العرض ده؟ طيب كسبت قد ايه لما عملت مثلا عرض باي 1 جيت 1؟ طب مش عارف ايه. كل الحاجات دي كلها داتا لا نهائية حرفيا متوفرة ليك في شوبيفاي للبراند بتاعك بس. كلها تحليلات منك انت، من ارقامك، من مبيعاتك، من شغلك، حاجات خاصة بيك انت. اوكي. داتا يعني مثلا انا مثلا عندي ناس بتشتري مني اكتر من فوق 5000 جنيه مثلا كل شهر مثلا، والناس دي مثلا اتكررت او عدد منهم اتكرر معايا. فانا خلاص عرفت ان الناس دي هيشتروا مني كل شهر ب5000 جنيه. فانا سهل عليا جوه شوبيفاي ان انا اجيب الناس دي واعمل لهم عرض ان هم مثلا يشتروا مني بدل ب5000 ب6000، وهتاخد مش عارفه ايه هديه معاك. كل الحاجات دي انا اقدر اعملها لو انا قدامي بيانات واضحه. اوكي. فطبعا صعب جدا ان انا من رسائل انستجرام او من رسائل عامه ان انا اطلع كل البيانات والداتا دي، يستحيل مش هتطلع. اوكي. فسهل، هيكون سهل عندي ان انا اخلي عملاء في اي بي، ان انا اخلي عملاء آم، اعمل لهم كوبون خصم خاص بيهم هم فقط، ان انا مثلا اعمل عروض وكوبونات خصم. هيكون سهل عليا ان انا اجيب الناس اللي مثلا ما بيكملوش التشيك اوت بتاعهم وبيقفوا عند التشيك اوت، ان انا ارمي لهم ايميل بكوبون خصم كده، او ان انا ابعت لهم رساله كمل التشيك اوت بتاعك وهتاخد كوبون خصم كذا كذا كذا. الحاجات دي سهله جدا في شوبيفاي، اصلا منصه بيع، فبتساعد جدا في النقطه دي. بشوف البراندات اللي عندهم صفحات انستجرام ان هم خسرانين كتير قوي قوي، خصوصا لو هم بيبيعوا، ان هم خسرانين كتير لو مش منتهزين ان هم يبقى عندهم موقع شوبيفاي. اوكي. طيب الموقع عامل زي اللي هو حاجة بتعرف بيها نفسك والبراند بتاعك. انت مثلا براند لوكسجري قوي، السعر بتاعك عالي اوفر وبتستهدف تارجت اودينس معينين. احنا نقدر نبين ده من خلال موقع شوبيفاي. نقدر نعمل الموقع لوكسجري فيبان لا ده اسعاره منطقية، لا فعلا كل الحاجات دي، لا دي منطقية، لا سعر البرودكت ده منطقي، هو شكله براند فخم. فانت تقدر تبين البراند بتاعك والهوية بتاعت البراند بتاعتك من خلال الموقع، عكس لما يكون عندك صفحة كده اللي هو انستجرام، دي بتكون صعبة شوية. اوكي. بلس بقى ان انت عشان تكبر او انت بتكبر اصلا من غير موقع، هتلاقي كل الناس عمالة تسأل فين الموقع بتاعكم فين؟ ممكن لينك الموقع. هتلاقي الأسئلة من دي مكررة كتير قوي. فما ينفعش تبقى انت بتبيع بأسعار كبيرة ومش حاطط ان انت يبقى عندك موقع. دي نقطة من النقط. الناس هتروح برضو تشتري من ناس بتبيع بأسعار كبيرة بس عندها موقع. اوكي. فقلنا ان الموقع
هينظم المنتجات بشكل واضح جدا، هيكون قدام العميل بقى اللي داخل قدامه كل البرودكت بتوعك، مش مجرد منتج واحد هم دخلوا عليه من اعلان، لا ده كمان هيدخلوا على الموقع فهيشوفوا كل المنتجات بتاعتك قدامهم باسعارها بالوانها بتفاصيلها كلها. اوكي. هيكون في سياسة استرجاع واضحة، خيارات دفع متاحة ليهم. انت عايز ايه؟ انت عايز الدفع عند الاستلام، الدفع عند الاستلام هيكون متاح ليك. انت عايز ايه؟ عايز دفع عن طريق كذا هيكون متاح ليك، وهكذا. تفاصيل التواصل، هيكون في تفاصيل تواصل تقدر ان انت تخلي فيه شات على الموقع بتاعك، اي حد يقدر يتشات فورا. طبعا كل ده بيكون شغال اصلا بجانب الصفحات بتاعتك. اوكي. ولكن دي حاجة بروفيشنال اكتر. كل ده بيجاوب على حاجة واحدة. دلوقتي لو أنا لاقية موقع قدامي فيه كل حاجة واضحة، بمنتجات واضحة، بتفاصيل واضحة، بسياسة استرجاع، سياسة شحن، سياسة استبدال، في كل الحاجات دي واضحة، هل أنا هيجي في دماغي هي الناس دي حقيقية ولا لأ؟ بالفعل الناس دي حقيقية. أكيد الناس دي حقيقية، عندهم دومين حقيقي باسمهم، عندهم إيميل حقيقي باسمهم، عندهم موقع حقيقي، الموقع كمان عندهم فيه ريفيوز فحاطين آراء العملاء، الناس اللي جربت. فبالتأكيد مش هيخطر في دماغه الموقع ده حقيقي ولا لأ، هو بالفعل حقيقي. اوكي. طيب ازاي بقى نقدر ان احنا نحول الناس اللي متابعانا على انستجرام ان دول يشتروا مننا من على الموقع؟ صفحة المنتج لازم تكون مصممة ان هي تزود الثقة وتحسن قرار الشراء. اوكي. دي حاجة معروفة جدا في صفحة البرودكت، ان هي بتتصمم بشكل معين وبيكون فيها حاجات معينة بتخلي العميل يشتري وهو ما بيتسألش في دماغه، ما فيش أسئلة كتير في دماغه. اوكي. قلنا ان بيكون في اجراءات دفع، بيكون في متابعة، بيكون في تحليلات بتبين العملاء بتروح فين. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي آه في بيانات عندي، لو انا عندي نسبة abandoned تشيك اوت كتير قوي، ان هو الناس اللي مكملوش التشيك اوت بتاعهم بيسيبوا سلة الشراء او التشيك اوت بتاعهم وما يكملوش التشيك اوت بتاعهم، انا هيكون عندي عدد او نسبة الناس دي، فاقدر اتارجت عليهم حاجة عشان النسبة دي تقل شوية. اوكي. طيب ليه شوبيفاي؟ زي ما قلنا ليه شوبيفاي، قلنا ان شوبيفاي هو منصة بيع كاملة. شوبيفاي منصة بيع كاملة، مش حاجة هنأسسها من أول وجديد، لا هي حاجة أصلا معمولة عشان كده. هيكون متوفر فيها كل الداتا اللي أي بيزنس هيحتاجها عشان يشتغل عليها. أوكي. لما حد يقرر ان هو يشتري برودكت منك هيبعت لك رساله، بس انت مش هيكون عندك حد ترد عليه الا 24 ساعه، لكن الموقع شغال 24 ساعه. الناس هتدخل هتعمل اد تو كارت على طول تشتري البرودكت بتاعك. بلس بقى ان انت ما تعرفش تارجت اودينس بتوعك لسه بيشتروا امتى، لان في ناس اصلا حرفيا بيدخلوا. يعني انا شغاله على مواقع التشيك اوت بتاعهم او الاد تو كارت بتاعهم، الناس بتدخل تشتري، والهجوم بتاع عليهم على الموقع بيبدأ من الساعة 12 لمثلا الساعة 6 الصبح، الساعة 12 بالليل ل 6 الصبح، الوقت اللي أغلب الناس أصلا بتكون نايمة فيه، هو عنده ده الوقت المثالي اللي الناس بتشتري المنتج فيه. فبالتالي ده لو واحد عنده صفحة بس ومكتفي بالصفحة وما كانش عنده موقع، العملاء دي كانت هتجيله ازاي؟ كان هيخسر لا يقل عن نصهم، ويمكن اكتر من نصهم كمان، ممكن توصل لتلتينهم، لان الناس دي بتدخل تعمل اد تو كارت على طول وتطلب الاوردر، والاوردر اتطلب وتسجل وخلاص هيوصل لهم. لكن تخيل ان انت لسه الناس دي بتبدا ان هي تبعت لك رسائل، وانت بقى يا ترد يا ما تردش، يا ترد متاخر، يا هم يكونوا راحوا شافوا حد غيرك يشتروا منه. فمش افضل حاجه. الناس اللي ما عندهاش فعلا موقع شوبيفاي وعندهم براند فعلا بيخسروا كتير جدا جدا. اوكي. طيب ايه تأثير الموقع على العميل عندك؟ انت بيزنس اونر وعندك موقع للبراند بتاعك، ايه تأثير الموقع على العملاء بتوعك؟ طيب شخص دخل الموقع، شاف سياسة الاسترجاع والاستبدال بتاعتك، وثق في الكلام اللي انت كاتبه، اداله ثقة، اداله تراست، اداله مصداقية، اشترى فورا. القرارات دي متسلسلة. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي هو شاف كل الاجابات اللي بتدور في دماغه، الشحن بكذا، الاستبدال في خلال كذا، الاسترجاع في خلال كذا، هل اصلا متاح استبدال واسترجاع ولا لا. هو بيقرأ كل الكلام ده، هو خلاص قرر هو هيشتري ولا لا، او اشترى او ما اشتراش، والموضوع انتهى. مش هيدخل يتكلم معاك، يفضل يتناقش معاك. ممكن تلاقي ناس بتفضل تتكلم كتير وفي الاخر ما بتشتريش. طب ما هو ده ضيع لك وقت.
لناس تانية ممكن تكون بتشتري، وفي نفس الوقت هو ما اشتراش، فأنت كده ما كسبتش. لكن الموقع بيوفر عليك حرفيًا كل ده، الموقع هيكون عليه كل الإجابات، هتلاقي الناس اللي داخلة تستفسر منك هتكون بتستفسر على حاجات بسيطة أوي، أوي، مش هتلاقي نفس الهجوم بتاع الرسايل اللي كان بيحصل، وفي نفس الوقت هتلاقي عدد أوردرات أكبر من لمّا تعتمد على الرسايل بس. أوكي، زي ما إحنا قُلنا صفحة المنتج هتكون مقنعة، هنحط فيها صور يعني الproduct واضحة جدًا بquality عالية، هنحط description واضح للمنتج، مش هنكدب فيه على ناس، هنوصف فعلًا المنتج بتاعنا، هنكتب معلومات الشحن واضحة، دي كلها حاجات بتقلل الشك عند الناس. أوكي، هنحط خيارات الدفع قدامه، وكمان وهنعرف إيه المنتجات اللي بتبيع ومين اللي بيشتري وإمتى. ومكتوب هنا كمان إن إحنا نركز مواردك هناك. يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا عندي 5 منتجات، عرفت إن منتج واحد منهم مثلًا الدريس الفلاني ده بس أكتر حاجة بتبيع، مش ده بس اللي بيبيع ولكن ده أكتر شغل عليه بيع. أوكي، وعرفت مين أغلب الجمهور اللي بيشتري، هل الناس اللي بتشتري مني في القاهرة بس، والّا الناس اللي بتشتري مني مثلًا في إسكندرية بس، والّا الناس اللي بتشتري مني مثلًا في بورسعيد بس، أو مثلًا عرفت أكتر 3 محافظات أو محافظتين بيشتروا مني خلاص، وبيشتروا مني إمتى، زي العميل اللي أنا باقول لكم عليه ده وشغالة معاه، حرفيًا الأوردرات بتيجي عنده من 12 بالليل ل6 الصبح، دي الaudience بتوعه، أكتر عدد أوردرات بييجي له في الوقت ده. فخلاص هو عرف إيه أكتر منتجات بتبيع معاه من خلال الموقع، إيه أكتر أوردرات بتيجي، إيه أكتر اللي هو الproduct ده أكتر حاجة بتتباع معاه، عرف مين الجمهور المستهدف بتاعه، الناس دي ساكنة في أنهي محافظة والسلوك بتاعهم إيه، وعرف إمتى بيشتروا. خلاص هو هيركز على دول. خلاص الدريس أو مثلًا الcosmetics أكتر حاجة بتبيع معايا جامد، أنا هاركز على ده بس، وهازود وهاعمل عروضات خصم، وهاركز على المحافظات اللي بتشتري أكتر حاجة، وهاعمل لهم كوبونات خصم وهكذا. فأنا الموارد بتاعتي هاركزها في الحاجة اللي نجحت معايا. هل أقدر أحدد إيه الحاجة اللي نجحت معايا من غير موقع شوبيفاي؟ يستحيل. يستحيل تطلع ببيانات واضحة من غير الreports والبيانات الشوبيفاي بتوفرها لك. أوكي، هنا زي ما قلنا العميل بيشوف البوست، عايز يكمل التشيك اوت بتاعه، هيفتح اللينك بتاع الموقع أو بتاع البرودكت ده. أهو منشور عندنا اللي هو بوست، رابط واضح، لينك واضح للمنتج ده، اللينك ده هيدخله على صفحة المنتج اللي هي هتكون مقنعة بالنسبة له، وبعد كده هيحصل إتمام عملية الدفع. أوكي،